يفتتح المنتخب التونس والمنتخب السوري مشوارهما في كأس العرب بمواجهة قوية ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير. لقاء يحمل الكثير من الندية، لأن كل منتخب يدخل بطموحات كبيرة ورغبة واضحة في حصد أول 3 نقاط. المنتخب التونسي يدخل المباراة بثقة ورغبة في فرض إيقاعه، مستفيدا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على التحكم في مجريات اللعب. في المقابل، المنتخب السوري يدخل بروح قتالية ورغبة في قلب التوقعات، ساعيا لتقديم أداء قوي يعلن به عن نفسه في البطولة منذ أول جولة. مباراة تجمع بين القوة والانضباط، بين خبرة تونس وإصرار سوريا، وقد تحسم بتفاصيل بسيطة داخل الملعب. وستقام هذه المواجهة المرتقبة على أرضية ملعب أحمد بن علي، أحد أبرز الملاعب المستضيفة للبطولة، ما يزيد من قيمة وأجواء اللقاء. أما الموعد فسيكون يوم الاثنين الأول من دجنبر على الساعة 3 زوالا بتوقيت المغرب، تونس والجزائر، والخامسة مساء بتوقيت سوريا والسعودية وقطر ومصر. ما هي توقعاتكم لمباراة تونس وسوريا في الجولة الأولى من كأس العرب؟